حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الغدا بتاعنا بدون بطاطس. يعني احنا متعودين دايما نعمل صينية فراخ بالبطاطس. النهارده هنعملها مختلفة علشان خاطر البطاطس ب25 جنيه. ليه ب25 جنيه؟ مش فاهمة. النهارده بقى معانا بتنجان مقطعينه مكعبات سميكة، ومعانا فلفل اصفر، ومعانا كوسة، ومعانا جزر، ومعانا فلفل أخضر حار ورومي، ومعانا طماطم متقطعة، ومعانا بصلاية كبيرة. هنحط كده البصلاية على شوية زيت قليلين جدا عشان الأكلة بتاعتنا إن شاء الله هتبقى خفيفة جدا جدا. على فكرة كانت روعة، والصينية عايزة أقول لكم اتنسفت بالفعل. هنشوح البصلايه بتاعتنا تشويحه يا دوبك بسيطه بس كده، لان احنا مش عايزين الخضار بتاعنا يكون مستوي قوي. هنشوح كده البصلايه بشويه توابل المشكله اللي انا عملتها معاكم، وحطيت كمان نحط شويه ملح، وهنشوح البصلايه بتاعتنا. هنديها تشويحه كده. مش شرط يا جماعه صينية بطاطس بالفراخ، لا هنعملها صينية بطاطس بالبتنجان والرومي، وعايزة اقول لكم طلعت خفيفة وجميلة وطعمها كان تحفة. هنفضي بقى البتنجان بتاعنا. بصوا انا مقطعاه سميك، مش مقطعاه خفيف ولا رفيع. وهبتدي ان انا اشوح برضو البتنجان مع البصلة بتاعتنا كده، برضو هديله تشويحة بسيطة، لان انتوا عارفين البتنجان بتاعنا بيبقى مليان ميه، واحنا مش عايزين ننزل الميه بتاعته. بعد كده بقى هنحط الكوسه، وهنحط الفلفل الحار والجزر، وبرضه هنبتدي نقلب ونديهم تشويحه بسيطه. احنا دلوقتي ما حطيناش الفلفل الاصفر ولا الفلفل الاخضر، هنسيبه ده هنرشه فوق الصينيه. عايزه اقول لكم جربوها هتطلع تحفه كده. احنا حطينا الوراك بتاعتنا، والوراك واخده 3/4 سوا. بصوا المنظر تحفة. ما نزلناش مية البتنجان خالص، يا دوبك تشويحة بسيطة كده في شوية زيت. وكمان نسيت اقول لكم ان انا حطيت نص معلقة توم مفروم مع التوابل، طالعة الريحة عايزة اقول لكم تحفة. هنقطع بقى كده، هنحط القوطة المكعبات الصغيرة كده فوقيها، وبعد كده هنحط الفلفل بتاعنا من فوق الوش، لان احنا عايزين الفلفل مش مهري، لا عايزينه في سنة قرمشة كده. وما تنسوش ان احنا عاملين الوراك عطينها 3/4 سوا، علشان الربع التاني هياخد بقية السوا بتاعة البتنجان والخضار اللي احنا حاطينه. هنحط كده كبشة شوربة واحدة بس على الطماطم بتاعتنا، وهنبتدي بقى ايه نحطها كده نرششها من فوق. تعالوا شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عايزه اقول لكم الصينيه طالعه ريحتها فظيعه، شموها اللي دخل من الشقه الف ريحه جميله. بسم الله ما شاء الله. احنا ما حطيناش عليها شوربه خالص، ولا حطينا عليها، لا حطينا كبشه شوربه فقط لا غير، والسائل اللي نازل ده من البتنجان ومن الخضار اللي احنا حطيناه. عايزه اقول لكم طالعه مستويه جميله تحفه، احلى من 100 صينيه بطاطس. بطاطس ام 25 جنيه ديت. كيلو ونص بتنجان جبناه ب5 جنيه على شويه خضار، وعملنا احلى غدوه بجد. عايزه اقول لكم طلعت تحفه، وهكررها تاني. وعملنا جنبيها رز ابيض وسلطه. وبصوا بسم الله ما شاء الله طالعه تحفه. جربوها تعجبكم. اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده استفدتوا منه لو شيء بسيط.